السلام عليكم. ايه رأيك لو نعمل فطار صحي وجميل، والأهم من كده يكون طعمه حلو ولذيذ ومشبع؟ شايفين بقى السندوتش الجميل ده من غير عيش؟ طبعا هنعمله من غير عيش، وهناكل وهنفطر وهنشبع من غير عيش. والأهم من كده ان سندوتش طعمه لذيذ وجميل زي ما قلنا، ومكوناته بسيطة جدا جدا. ولكن يلا بينا نقول بسم الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويلا بينا على طول نبتدي في الطريقة بتاعتنا. أول حاجة عندنا هنحتاج هنا مبشرة، ومعانا هنا كوساية كبيرة أو كوستين صغننين. أنا الكوسة عندي كانت حجمها صغير فاستخدمت 2. الكوسة مفيدة جدا للقولون وصحة القلب، فيها مضادات أكسدة، وكمان بتحتوي على فيتامين سي ومنجنيز وبوتاسيوم وحاجات كتيرة قوي سعادتك، فجميلة جدا جدا. تاني مكون معانا وهو الجزر. هستخدم جزراية واحدة كبيرة، أو لو الجزر اللي عندك صغير استخدمي 2 صغيرين. والجزر طبعا غني بالألياف المفيدة، فهيحسسك بالشبع فمش هتاكلي كتير. عندنا كمان بيضتين كبار كده حلوين، وملح وفلفل أسمر. وطبعا احنا عارفين ان البيض محتواه عالي جدا من البروتين، وبيحتوي كمان على فيتامينات ومعادن زي الزنك والسيلينيوم وفيتامين د. يعني انت هتفطري وجبة متوازنة وصدقيني صدقيني هتحسي بالشبع. هنقلب كويس قوي كل المكونات دي مع بعض. واخر حاجة هنضيفها هي معلقة من الجبنة الكريمي، لو عندك استخدميها، لو مش موجودة عندك استغني عنها. هنقلب بقى كل المكونات دي كويس، وهنسخن الفرن على درجة حرارة 180. هنجيب بقى صينية مدهونة بورق او فيها ورقة زبدة. وخدي بالك هنا لازم يكون ورق الزبدة جودته عالية، علشان الخليط اللي احنا حطيناه ده ما يلزقش في ورق الزبدة، وتلاقي نفسك بعد كده بتاكلي البيض بالورق الزبدة بتاعه. فخدي بالك هاتي يعني نوعية جيدة، علشان الخليط ده ما يلزقش في ورق الزبدة، ودي حاجة مهمة جدا جدا. هنفرده بقى يكون طبقة رقيقة جدا كده في الصينية. شايفين انا عاملة طبقة رقيقة ازاي؟ هيقعد معانا في الفرن حوالي ربع ساعة أو تلت ساعة بالكتير قوي. وده شكله بعد لما خرج من الفرن. هنسيبه بس يهدى 5 دقايق علشان نقدر نتعامل معاه. هنضيف بقى هنا خس. عندك بقى خس حطي، عندك جرجير، عندك بقدونس، الخضرة اللي عندك استخدميها. وهنحط كمان شرايح طماطم. عايزة بقى تحطي فلفل ألوان متقطع كده شرايح، تحطي تزودي قيمة الأكل بتاعك، حطي طبعا. وهنزود كمان جبنة قريش. الجبنة القريش طبعا محتواها عالي من البروتين ومنخفضة السعرات الحرارية، فهتكون مناسبة جدا جدا ليكي كوجبة فطار. بس هنا بقى انا هقدر اتعامل معاه والف رول بالشكل ده، لان البيض هدي عندي شوية كده، او الرول اللي عندي كده هيبقى ايه، دافي يعني، علشان تقدري تتحكمي فيه. شايفين جميل ازاي؟ منتهى الجمال، يعني سندوتش صاروخ، مش هتقدري تكمليه والله. وطعمه في منتهى الجمال. يعني بصوا السندوتش صاروخ ما شاء الله. يعني بصوا ما شاء الله، يعني الحجم كبير وهيكفيكي وهيشبعك، وهتاكلي وتشبعي وتخسي ومن غير عيش. وهي دي العقبة اللي بتقف قصاد ناس كتير بيحبوا يعملوا جيم لكن ما بيستغنوش عن العيش. يا ستي هتاكلي اهو سندوتش جامبو كبير جدا جدا ومشبع، وهتحسي فعلا انك كلتي كويس جدا لان محتواه عالي من البروتين وهيشبعك. استنوني في وصفات جاية كتير من غير عيش في الفطار. هتعجبك وهتكون حلوة جدا جدا، والأهم من كده ان يكون طعمها جميل. لو عجبك الفيديو وصلت معايا لحد هنا ما تبخليش عليا باللايك. مستنية رأيك في الكومنتات، واعملي شير للفيديو مع أصحابك اللي نفسهم يفطروا من غير عيش. شكرا للمشاهدة.